الحمد لله سلام. لا سلام. هلا سلام. وأجل جمعياتكم أترونكم في لوحة الشرف الحميد. هيبدأ ياسر. صدق الله العظيم. الحمد لله. الإخوان الجرحى اليوم نتشرف بأن نتكرم على أيديكم، ويتفضل الأخ معالي الوزير الأستاذ عبد اللطيف فتحي والأستاذ سلطان عدواني والدكتور خالد القاضي والدكتور عبد الشهيد المغلس والدكتور عادل الشهيد بتكريم الجرحى. لا ارجع ورا لو سمحتوا عشان زحمه يا شباب. عشان أشكر القنوات التي ساهمت في تغطية الفعالية وعلى رأسها الإخبارية السعودية وقناة اليمن هذه هدية للشاب هذا البطل الذي يتحفنا بهذه القصيدة. استاهل. وسنعمل جميعا معكم على تضميد الجراح. أنتم بالنسبة لنا كما قال أحدهم الليلة أنتم تاج فوق رؤوسنا، نضالاتكم هي فخر، هي تاريخنا. أريد أن أقول لكم جميعا بهذه المناسبة أنتم لم تدافعوا عن تعز فقط، أنتم دافعتم عن اليمن كله، عن الشعب اليمني، أنتم دافعتم عن جمهوريته وعن وحدته، عن أرضه، أنتم دافعتم عن دينه وعن دينه، أنتم دافعتم عنا جميعا، فلكم التحية والتقدير والاحترام. وقوف اليوم ووقوفنا أمام هؤلاء الجرحى لست من الذين الآن يقدموا الشكر رغم حقهم الشكر، ولست أيضا من سيقدم الوعود ومن حقهم أن نعدهم أيضا، لكن أقول رسالة اعتذار، تقصير واعتراف حقيقي بأن هناك قصور وتقصير، لكن أحب يا إخوة من منطق المسؤولية ومن منطق أيضا الوفاء لكل جريح، سواء كان في صنعاء أو في عدن أو في مهرة أو في صعدة أو في تعز. نحن اليوم لا نكرم هؤلاء الجرحى، إنما نتكرم على أيديهم. نحن اليوم نشعر بأننا أقزام أمام عظمة هذه التضحيات وأمام عظمة هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بدمائهم فداء عن دينهم ثم عن وطنهم. أيها الإخوة الكرام، شرف كبير لنا أن نحيي مثل هذه الفعالية المتميزة برجالها المكرمون وأبطالها المخلصون وحضورها الرائعون. إن أمة تفخر برجالها وتتشرف بأبطالها وتنتصر لضعفائها وتواسي جرحاها، أمة كريمة المغابة. وإنه لمن دواعي السرور أن يكون معنا في هذه الفعالية كوكبة من قيادات الدولة ورجالاتها المخلصين وثلة من خيرة شباب تعز الصادقين.